السلام عليكم ورحمة الله، ومكملين معاكم في أخبار إيبولا والتفشي الكبير وإعلان حالة الطوارئ الطبية في وسط أفريقيا، وخصوصا في الكونغو وكذلك أوغندا. ونقلنا قبل كده قلنا لكم على المخاوف بالنسبة لجنوب أفريقيا، بس هو في حاجات تانية تم اكتشافها حديثا، وهي دي المشكلة. الأول هنروح لهانتا لفيروس هانتا في جزء صغير. هو الرئيس التنفيذي للشركة، الشركة السياحية اللي كانت مالكة للسفينة اللي انتشر على متنها وباء هانتا، واتصاب منه ناس كتير، وحصل طبعا حالات التتبع وما إلى ذلك. والرئيس التنفيذي بتاع الشركة قال إن لا يبدو إن نشأة الفيروس كان على متن السفينة الهولندية، بس هو ما كانش فيه توضيح، وإن الفيروس دخل إلى السفينة قبل صعود المسافرين. طيب، في دلوقتي نقطة مبهمة، يعني هو إزاي الفيروس دخل السفينة قبل صعود المسافرين؟ هل في حد من طاقم السفينة كان مصاب وما تمش الإعلان أو ما تمش علاجه، ولا إيه بالظبط الموضوع إيه؟ النقطة التانية، في فريق بحثي هو الأرجنتين كانت بعتته بعد ما في سويسرا تم تحليل الشفرة الجينية بتاعت هانتا، ولقوا إن في فاريانس أو في اختلاف ما بينه وما بين السلالة اللي كانت موجودة قبل كده. الأرجنتين أرسلت بعثة طبية لمدينة أوشايا اللي هي الأرجنتينية، اللي يعتقد إن العالم الهولندي اللي توفى كان هناك هو وزوجته، وأخذ الوباء أو الفيروس من هناك. بس هو لسه للأسف مفيش أي نتائج ملموسة، أو لسه التحليل والدراسات هتطلب حوالي شهر، فلسه مفيش أي نتائج طلعوا بيها. لكن هو كلام الرئيس التنفيذي يعني شوية هو مشوب بالحذر. النقطة التانية هو مش موضح، طب هم هل لقوا فئران على متن السفينة وخايفين هم يقولوا عشان يأثر عليهم أو لا؟ ده اللي احنا لسه مش عارفينه، بس بيقولوا هي الفحوصات ما زالت جارية، والبحث والتحقيق ما زال جاري. وإن شاء الله يعني أول ما تجد تطورات هنبلغكم. بالإضافة طبعا إن في أمريكي اتصاب بفيروس هانتا، بس ده ما كانش ضمن السفينة ولا حتى ضمن المخالطين، واتصاب بالفيروس، بس ما تمش الإعلان لسه، أو لسه ما نعرفش الطفرة أو الفيروس اللي موجود عنده هو ده نفس اللي موجود في الأرجنتين ولا ده السلالة القديمة. لكن هنتابع طبعا النقطة ديت. بس هي لو طلع نفس سلالة الأرجنتين كده هتبقى في مشكلة كبيرة، وهقول لكم في يعني إيه المشكلة. نروح دلوقتي الفيروس إيبولا. هي في يعني عدد من النقاط كانت صعبة شوية. طبعا هي منظمة الصحة العالمية قالت إن هو يعتقد طبعا إن الفيروس انتشر قبليها بشهرين، قبل ما يتم اكتشافه أو يتم الإعلان عنه كان موجود ما يقرب من شهرين. والعمل حاليا على تتبع المخالطين وكسر سلسلة العدوى، على الرغم من إن عددهم بقى كبير جدا. والارتفاع في الأعداد مخيف، وكذلك أعداد الوفيات برضو مخيف، ونقص التمويل والأدوات الطبية، لأن مفيش أدوات طبية كافية. لكن الولايات المتحدة أرسلت معونات، وكذلك في عدد من الدول برضو أرسلت معونات للمكافحة عشان ما ينتشرش بعد كده ويوصل كمان لأوروبا وأمريكا. بس هي النقطة في كسر راس العدوى إن هو اكتشافه صعب جدا، ده لازم التحليل بتاع البي سي ار. النقطة التانية انتشاره سريع. النقطة مهمة إن الطفرة دي غريبة شوية، لان الطبيب كنت قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان في طبيب امريكي كان في الكونغو وكان بيكافح بالفعل الوباء دوت. بس هي المشكله مش في الطبيب الامريكي. الطبيب الامريكي عنده خبره طويله في مكافحه ايبولا، ومش اول مره يكافح ايبولا في افريقيا، وعلى الرغم من كده اتصاب. هي دي النقطه ودي المشكله. وهو طبعا تم نقله بصوره عاجله لالمانيا لتلقي العلاج هناك، وكان في مخالطين ليه ما يقرب من 20. برضو عشان السلالة ديت هي سلالة خطيرة. طبعا أطباء بلا حدود برضو يعني طلعت قالت يعني لازم مطلب عاجل إن يبقى فيه لقاح للسلالة ديت. بس هي مسألة اللقاح ده هيتوفر يعني بعد قد إيه، ومين اللي هيمول؟
يعني مدير منظمة الصحة العالمية طلع قال في نقص تمويل، والولايات المتحدة قطعت التمويل عن منظمة الصحة العالمية. مين اللي هيمول لقاح لدول فقيرة؟ هي دي النقطة أو المشكلة. طبعا الدراسات الحديثة بتأكد إن هو الفيروس ده لما بيدخل الجسم بقى ليه تأثير قوي جدا على الكلى من ناحية الحمى النسفية، على الكلى والكبد والقلب والرئتين وأنسجة الدماغ كمان. هي دي مشكلة كبيرة، يعني هو بيأثر على أعضاء حيوية كتير في الجسم، ويعني ما يقرب من 90% بيشعروا بأعراض سيفير، أعراض قوية، وده اللي يعني بيبين الحالات الوفاة الكتير اللي بتوصل لحوالي 40% من المصابين. النقطة التانية إن الطفرة دي بتتكاثر بسرعة داخل الجسم وبتنتشر سريعا خارج الجسم. طبعا بدأ في إجراءات وقائية بلبس الكمامة وعدم الاختلاط ما بين الناس عشان ما يتفشاش أكتر. لكن هو المشكلة أو الكارثة إن التقارير أوضحت إن السودان قبل كده اتصاب بفيروس إيبولا، كان في انتشار قبل كده في السودان بفيروس إيبولا. طيب هو الانتشار ده هو كان ليه بؤر بيظهر فيها، من ضمن البؤر ديت هي السودان، مش جنوب السودان اللي اتكلمنا عليها، لا السودان ذات نفسها. طيب هو ظهور الفيروس في أمريكا لشخص غير مخالط وما كانش على متن السفينة لما ظهر حالة الهانتا ديت، هل دي ليها علاقة بالتغير المناخي ولا لا؟ هو ده السؤال، وده اللي احنا مستنيين ان احنا نعرف اجابته، لان كده وارد ان ايبولا الطفرة ديت بونجي بوجي او الزومبي تظهر برضو في السودان بعد ظهورها في اوغندا والكونغو، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا على مصر، ان مصر فيها عدد كثيف جدا، في كتير من السودانيين بسبب الحرب بيدخلوا لمصر. هي دي النقطة. طبعا على ذكر الحظر وغلق المعابر والطيران، الولايات المتحدة والبحرين والأردن هما كانت أول 3 دول منعت أو أغلقت على دخول المسافرين من الأماكن الموجوة أو اللي ظهر فيها وانتشر فيها وباء إيبولا، ودي كانت حاجة كويسة. النقطة التانية الفيروس دوت اللي اتكلم عنه الخبراء إن الفيروس ده منشأه حيواني، فمسألة استيراد الحيوانات من أفريقيا ده ممكن ينشر الفيروس برضه. هي دي برضو أحد النقاط اللي سلطوا عليها الضوء، وعشان يعني ما تحصلش وده تبقى سبب انتشار الوباء أكتر. وطبعا لو طلع أي جديد إن شاء الله هنبلغكم بيه، وبنتابع كل الأبحاث وكل ما يتعلق بالانتشار، وربنا يسترها طبعا على مصر. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.